التكوين البصري هو أجمل شيء موجود في السينما، صعب تلاقيه في أي حاجة تانية. أي نعم، ممكن تستشفه في لوحات مرسومة زي لوحات بيكاسو أو رامبرانت أو غيره. لوحة ذا نايت ووتش لرامبرانت مثلا بنشوف فيها الاستخدام الفعال لأشعة الشمس والظل، ونجاح رامبرانت للفت الأنظار لأهم 3 شخصيات بين الحشد. التكوين البصري مبدع، لكن دايما في شيء ناقص، في شيء مش واصل أو محسوس، وهنا دور السينما. أجمل طريقة للتعبير عن أي فكرة أو شعور بلا شك هي السينما، والمقصود ان يتم التعبير عنها عن طريق الصورة، وده معمول على اكمل وجه في فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، وتم الاعتماد عليها بشكل اساسي. الفيلم عن حسن، شاب من الطبقة المعدمة شغال فرد امن في احد الاماكن في مصر، وعايش مع امه في شقة صغيرة. في مرة بعد ما كارم فتوة المنطقة بيهددهم بطردهم من الشقة غصب عنهم عشان يكبر الورشة، بيتهجم كارم على حسن، فبيقوم الكلب رامبو يعض كارم من حتة خطيرة. فبيقعدوا جلسة عرفية شرط الصلح فيها إحضار الكلب وقتله من طرف كارم. فبيبدأ حسن يدور على منفذ لرامبو. حسن عايش عزلة مسالمة، عايش في الحياة خانع وقانع، ملوش لا صديق ولا قريب ولا حبيب، وما كانش له صاحب غير كلب رامبو. فيهم صفات من بعض زي البعد عن صخب الحياة وقسوتها، ما بيطلبوش منها كتير، مجرد شغل زي أي شغل ومكان يعيش فيه، والأيام بتعدي في حياته اللي اختارها ورضي بيها لنفسه. رامبو زي حسن في مشهد بديع لمراية ماسكها حسن بيظهر فيها انعكاس رامبو على وجه حسن، وكأنها رمزية لكونهم شبه بعض في كل حاجة، وإن المأساة مش للكلب رامبو وإنما الحسن كمان. حسن البسيط فرد الأمن المدني سكيورتي المسؤول عن توفير الأمان، هو نفسه اللي فقد الأمان برحيل أبوه، عايش وحيد ومنعزل وسط الدنيا دي. مشهد النهاية بيقعد حسن وأمه على مكان عالي المقطم تقريبا، بيراقبوا المدينة العامرة والمضيئة اللي مش بتناسبهم ولا بيناسبوها، بعد ما بقوا زي الكلاب الضالة بعد ما انطردوا من بيتهم. وبتيجي أغنية شجر الليمون بصوت منير. كل شيء بينسرق مني. فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو مش مجرد قصة عن واحد عاوز ينقذ كلبه، لا، هو بيحاول ينقذ صاحبه الوحيد اللي بيحس معاه بالونس والوفاء وسط كل اللي بيمر بيه من انكسار، ومحاولة انه يلاقي امل وسط السواد الموجود حواليه بسبب ظروفه. رامبو اللي فضل جنبه لما الدنيا خدت منه كل حاجة، بعد ما فقد ابوه فقد حبيبته وحتى احلامه اللي مش موجودة، فضل رامبو النور الوحيد في حياة حسن، الصديق والونس ومنطقة الأمان، واللي من غيره الوحدة كانت هتبلعه. ورامبو فعلا قلب الفيلم النابض ونقطة تفرده وتميزه. دي مش مجرد قصة عن واحد بيتكسر، دي قصة عن شاب بلا أب بيعوض غياب الأب ده بإنه يحمي ويرعى كلب زي ما يكون ابنه بالظبط. ورامبو هنا هو الشاية في وسط عالم قاسي، بيبقى مراية لقسوة هذا العالم ومهرب منه في نفس الوقت. علاقة الإنسان بحيوانه الأليف يمكن تبان من برا بسيطة أو عادية، لكن الحقيقة هي شراكة في الحياة. الحيوان الأليف بيعلمك الوفاء، الحب غير المشروط، تقدير أبسط الأمور في الحياة، وبيخفف عنك أوقات الوحدة، لأنهم أكتر كائنات بتعرف تسمع من غير ما تنطق، وبتشاركك همومك بدون أي شروط. لكن لما يكون الحيوان ده هو كل حياتك ويعوضك عن شعور مخيف زي الفقدان، الأمور بتبقى أعمق. حسن عاش الخوف من الفقدان ده، فقدان أبوه، فقدان حبيبته، ولما رامبو بقى الحاجة الوحيدة اللي فضلت له بقى مستعد يعمل أي حاجة عشانه، مش بس عشان يحميه، عشان يحمي آخر معنى للحياة جواه. وإزاي ممكن العلاقة دي تكون سبب إنه يلاقي شجاعة ما كانش حتى يعرف إنها موجودة جواه. رامبو بالنسبة ليا وبالنسبة لحسن بطل الفيلم، رمز في حياتنا، دايما هنعيش ندور علشان نلاقيه. ممكن يكون إنسان أو حيوان أو أي حد حقيقي وقف جنبنا في لحظات ضعفنا. الكائن ده مجرد التفكير في فقدانه بيكون وجع صعب تحمله، لأنه بيكون أكتر من مجرد صديق، بيكون رمز للحب والوفاء اللي بيخلينا نقدر نتمسك بالحياة أكتر ونعدي اللي فيها. أغنية شجر الليمون بصوت محمد منير مش مجرد خلفية موسيقية في فيلم رامبو، لكنها جوه القصة، حالة حسن النفسية اللي عايشها طول أحداث الفيلم، مزيج من الحنين والضياع، تعكس مشاعر حسن في رحلته وسط صراعات الحياة. صناع الفيلم لعبوا بذكاء على إن صوت منير هو اللي بيعبر عن اللي جوه حسن. لما المشاهد لوحدها ما كانتش كفاية، كانت بتترجم إحساس حسن في لحظات الانكسار وحنينه لذكرياته مع أبوه وحياته الهادية وسط الصراعات، كأن كلمات الأغنية بتكمل اللي الكاميرا مش قادرة توصله. شجر الليمون هي حياتنا،
وحياة حسن اللي بتضيع مننا. البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو هو فيلم بيحكي الواقع بالصورة أو للصوت عن صاحب حسن الوحيد، السيد رامبو الكلب، اللي بيحس معاه بالونس والدفء اللي مش بيلاقيه في المجتمع اللي عايش فيه. مجتمع يخلو من الحنية والظهر لأب سابه ومشي، وأم خدت نصيبها كله في المشاعر، خوف وقلق وحب حقيقي مكملش. حياة صعبة على الإنسان، فهل الحيوان يقدر يمشي فيها؟ ولو حسن قدر يساعد ويلاقي منفذ لرامبو، يا ترى مين يساعد حسن؟